انت تعرف انك ممكن تشتغل اقل وتنجز اكتر؟ ده مش سحر. لو انت دايما حاسس انك طول اليوم بتشتغل بس مش بتنجز فعلا، بتخلص شغلك بس دماغك دايما مرهقة ومفيش طاقة تكمل، تحس انك دايما عايش في دايرة الشغل والتعب والنوم بس من غير نتيجة واضحة. الحقيقة ان المشكلة مش انك مش بتشتغل كفاية، المشكلة هنا انك بتشتغل بطريقة متعبة مش بطريقة ذكية. كلنا عايزين ننجز أكتر، بس ما بين ضغط الشغل والمشتتات والإنهاك بنوصل لمرحلة بنحس فيها إننا مش قادرين نكمل، تحس إن دماغك واقفة ومفيش طاقة حتى تبدأ. والسبب إننا اتعلمنا إن الإنتاجية يعني بتشتغل أكتر، بس الحقيقة إن الجسم والعقل ليهم طاقة محدودة. كل مرة بتضغط على نفسك أكتر من اللازم بتخسر التركيز والحماس والإبداع. علشان كده المفتاح مش بس في الشغل الزيادة، لكن في إدارة الطاقة مش الوقت. طب ليه لازم تتغير وتبدأ تطبق العادات اللي هتزود لك فعلا الإنتاجية وتخليك تشتغل أقل وتنجز أكتر؟ وهنا احنا بنتكلم إن انت تشتغل بذكاء مش بس بمجهود، لأنك مش روبوت. ولو فضلت تمشي بنفس الطريقة المتعبة دي طاقتك هتخلص بسرعة وهتفتقد الحماس لأي هدف. لكن لما تتعلم توازن ما بين الراحة والإنتاج هتكتشف إنك تقدر تعيش بهدوء أكتر وتنجز أكتر. دلوقتي خليني أقولك إيه العقبات اللي هتقابلك في الطريق وإزاي تتغلب عليها. العوائق بسيطة جدا بس مؤثرة في نفس الوقت، ومن أهم العوائق دي رقم 1 الإحساس بالذنب لما بنرتاح. الحل هنا إن الراحة مش كسل، دي إعادة شحن للطاقة بتاعتنا، ولازم تقنع عقلك إن الراحة الذكية بتساوي طاقة وإنجاز أكتر. خلي بالك من كلمة راحة ذكية. طب يعني ايه راحة ذكية؟ ده اللي هنشرحه في الفيديو بس كمان شوية. العائق التاني الانشغال الدايم. الحل هنا ان مش كل تاسك او مهمة مستعجلة بتكون مهمة فعلا، فلازم نختار اولوياتنا كويس، الاهم ثم المهم. العائق التالت معانا الاعتقاد اللي انت لازم تكون كامل، دايما بنحب الكمال وكل تفصيلة بتبطئنا اكتر. الحل ان احنا نبدأ بنسخة بسيطة ونعدل عليها طول ما احنا ماشيين في الطريق، وافتكر دايما ان الاستمرار اهم من الكمال، وطول ما انت مستمر هتلاقي نفسك بتتقدم، مرة في مرة هتوصل للكمال. يلا ندخل في اهم جزء من الفيديو ونطبق عمليا 10 عادات بسيطة هتغير كل حاجة في حياتك وهتزود الانتاجية، ووعدك انك في اخر الفيديو هتشتغل بمجهود اقل وهتنجز اكتر. 1 النوم الكفاية. نام كويس لان النوم مش رفاهية، ده وقود دماغك. 2 ابدأ بالمهم. ابدأ يومك بأهم تاسك بالنسبة لك وأصعب مهمة، وده لأنك لما تخلص أكتر مهمة صعبة بالنسبة لك هتحس بارتياح نفسي وهتلاقي نفسك بتشجع إن أنت تنجز أكتر وأكتر خلال اليوم، وهتحس إن باقي المهام بسيطة. تالت نقطة معانا ان انت تاخد فواصل ذكية. يعني ايه؟ يعني كل ما تشتغل من ساعة لساعتين تقريبا شغل بتركيز تام بتاخد قصادهم من 10 ل20 دقيقة راحة تامة. بس خلي بالك ان الراحة دي بتقلل فيها برضو المشتتات وما بتمسكش التليفون علشان ما تفصلش دماغك. يعني ممكن تعمل تمرينات بسيطة، تقوم تتمشى، او ممكن تاخد تنفس عميق، تعمل حاجة تشربها، كلها حاجات بسيطة بس بتخلي دماغنا ترتاح فعلا وبنعيد شحنها. النقطة الرابعة معانا ان احنا نقلل المشتتات. اطفي الاشعارات، حط تليفونك على وضع الطيران او حطه بعيد عنك خالص وبعيد عن مكان الشغل بتاعك، المشتتات بتسرق وقتك. النقطة الخامسة اشتغل في بيئة مرتبة. نظف المكان اللي حواليك وقلل الفوضى فيه، لما تعمل كده هتحس ان دماغك بتتأثر بالبيئة اللي حواليك. النقطة السادسة ان انت تستخدم تقنية البرومودورو، وهي انك تاخد 5 دقايق لكل 25 دقيقة تركيز. النقطة السابعة معانا انك تشرب مية كفاية، وده نقطة مهمة جدا علشان احنا بننشط الدورة الدموية وبنخلي الدم يوصل اكتر للدماغ ونقدر نركز. ولو انت بتنسى تشرب مية فاستنى فيديو العادات اللي هيغير حياتك فعلا وهيعلمك ازاي تثبت العادة بتاعتك حتى لو كانت بسيطة، وما تنساهاش بتقنيات هتفرق معاك. النقطة التامنة معانا ان انت تمارس حركة خفيفة كل ساعتين، يعني ما تفضلش قاعد طول الوقت
على المكتب بتاعك، سواء بتذاكر أو بتشتغل أو أيا كان التاسك بتاعك أو شغلك. كل ساعتين حاول تعمل استرتشات أو تمارينات إطالة بسيطة علشان تنشط الدورة الدموية. النقطة التاسعة معانا إنك قبل ما تنام بتحضر قائمة المهام لبكرة، يعني بترتب يومك بكرة انت محتاج تعمل فيه 1 2 3، لأن بالطريقة دي انت بتبرمج مخك إن يومك هيمشي بالطريقة دي، وبيبدأ يستسلم إن انت هتعمل بكرة 1 2 3. النقطة العاشرة والأخيرة معانا إنك تكافئ نفسك على إن أنت بتستمر وبتتطور خلال الاستمرار، مش إنك دايما بتأدي الحاجة بنسبة 100%، لأن التقدم أهم كتير جدا من الكمال، وده اللي هيفرق معاك حقيقي. الإنتاجية مش معناها إنك تشتغل أكتر، لكن تشتغل أذكى. ابدأ بخطوة صغيرة النهاردة، رتب أولوياتك وخد راحة ذكية واشتغل وانت هادي ومركز، لأن التقدم الحقيقي بيحصل لما تكون في أفضل حالتك. وفي النهاية ما تنساش تستمتع بحياتك، الوحش قبل الحلو، لأنها أجمل أيام العمر وهتتمنى ترجع تاني. ولو حبيت جزء تاني من السلسلة دي اكتب لنا تحت في الكومنتات وخلينا نشجع بعض، وقولنا ايه هي الخطوات اللي هتبدأ تتبعها علشان تزود الإنتاجية وتنجز أكتر بمجهود أقل. واستنوا فيديو جديد من قناة مايندفول.